يا مساء العسل ومساء الجمال على عيونكم. تعالوا بقى النهارده نعمل شوية مخلل كده ما يحلاش الأكلة إلا بيهم. معايا بقى 2 كيلو من الزيتون، ومعايا 2 كيلو من الخيار، ومعايا كرفس، ومعايا كوباية من عصير الليمون. لازم كوباية عصير الليمون دي تكون معصورة بالإيد كده، بإيدينا نعصر الليمون، ولا نحطه في خلاط ولا قشر ولا أي حاجة، ونشيل البذر ده أهم حاجة علشان ما يمررليش الزيتون. جنة بتحط التاتش بتاعها ده أساسي مفيش مشكلة. ماما بقى قالت لي تعالي بقى انا اعمل لك الزيتون بطريقه زمان كده، وبطريقه ايام زمان، والناس الحلوه الكبيره بتاعت زمان دي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويبارك في عمرهم ويديهم الصحه والعافيه. هنا بدأت بقى هي بتشق الزيتون كده زي ما انتوا شايفين، بتشق من الجنب ده ومن الجنب ده. في ناس بتشقه، وفي ناس مثلا بتحب تفدغ الزيتونة بتدق كده عليها. احنا بقى هنعمله بطريقة ان احنا نشق الزيتون كده. ولو عايزة مثلا ونبدأ بقى تقطعي نكون الجزر قطعنا. تمام حلقات كده مع الزيتون بيبقى حلو. عايزة تفرميه برضو وتبشريه كده تمام مفيش مشكلة. انا هنا كنت قطعته علشان يتاكل برضو مع الزيتون، ما يبقاش يتهري في الاخر ولا حاجة. نبدأ بقى ننزل بشوية كده من الكرفس، بيدي ريحة وبيدي كده حاجة كده، ريحة الزيتون بتبقى جميلة. وكنا فارمين شوية من الفلفل الأحمر، ننزل بيهم بقى كله كده ونقلب. شايفين بقى الألوان والطعامة؟ امال ده لما يستوي هيبقى عامل ازاي؟ ما هو كده أساسا شكله يفتح النفس. معاكي بقى برطمان لازم تكوني معقماه، وقبل ما اي مخلل عامه يتعمل لازم اكون غاليه ميه واسيبها تبرد. تمام. ما ينفعش ان انا اعمل ميه كده من الحنفيه ولا اي حاجه. هعبي بقى البرطمان وبرمي كده قرون فلفل شطه عشوائي. وهنا طبعا لكل كيلو من الليمون هحط نص كوبايه عصير ليمون. قيسي بقى حجم الحاجه اللي انت هتعمليها على كده. هنا بقى لكل كيلو برضو من الزيتون هحط 4 أو 5 معالق من الملح. هنا دي بس اللقطة اللي هي ما جاتش معايا. تمام. هحط بقى واحط كمان معلقة كبيرة من السكر. يبقى الملح بتاعنا والسكر. وبعد ما بخلص بحط قشر الليمون كده على الوش، وحبة من الزيت، وكيس بلاستيك، وحطيه على البرطمان واقفلي البرطمان بتاعك، ولمدة شهر ولا شهر و10 أيام هتاكلي أحلى زيتون. تمام. نخش بقى في الخيار المخلل. هنا الخيار بتاعي كنت غسلاه، والبرطمان اهو متعقم ونضيف وما فيهوش اي حاجه. نبدا بقى نحط الخيار زي ما هو، ولا شقيناه ولا عملنا اي حاجه. بعد كده بقى بنزل بالمحلول برضو، الميه بتاعتي زي ما قلنا ميه مغليه برضو. لكل كيلو، ال2 كيلو يعتبر خدوا معايا 5 معالق كبار من الملح زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقه سكر طبعا ده اساسي بتخلي